هنعمل مع بعض البطاطس المحشية باللحمة المفرومة. مساء الفل على أحلى متابعين معانا، يا رب تكونوا بخير. عندي كيلو من البطاطس متقشرة ومغسولة كويس، وعندي نص لحمة مفرومة، وعندي 4 معالق صلصة متبلة. وهنا بقى هنغسل هنقطع حتة من البطاطس عشان تبقى قاعدة تثبت عليها، وهقور البطاطس بالشكل ده. طبعا مفيش حاجة عندنا هتترمي، القلب اللي بيطلع من البطاطس ده هيتحمر، ويا اما يتاكل كده بيبقى حلو جدا، يا اما هنعمل بيه قاعدة نفرش عليها اللحمة المفرومة ونحط عليها البطاطس بعد كده. نشوف الطريقة بتاعتنا. اللحمة عندي متعصجة، بصلتين كبار وعليهم اللحمة وبهارات وتوم باودر وبصل باودر وهريسة شطة، ويعني ظبطي بقى التوابل بتاعتك زي ما انت عايزة. اور كمان واحدة معاكم. شايفين كده حلوة قوي. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، هحمرها وهرجع لكم تاني. طبعا القلب بتاع البطاطس انا هحمره هو كمان عشان هنفرشه في قاع البايركس بتاعي. حمرت هنا البطاطس بالشكل ده. طبعا هي مش متحمرة قوي، هي نص سوا، عشان السوا الباقي هندخلها لسه الفرن، تاخد بقى طعم اللحمة المفرومة وطعم الصلصة وتتظبط بقى. هنا هحط 4 معالق من الصلصة كده في قاع البايركس، مع شوية من اللحمة المفرومة، مع شوية من قلب البطاطس اللي اتحمرت. طبعا الخلطة اللي في قاع البايركس دي مع رغيفين كده وحبة فلفل مخلل او محمر، ياه، مش عايزين حاجة بعد كده. مش قادرة اوصف لكم الريحة، تحفة، ريحة اللحمة المفرومة رهيبة. هكمل باقي الكمية كلها بالشكل ده. انا كده حشيت البطاطس بتاعتي، هدخلها الفرن ان شاء الله تقعد ربع ساعة في الفرن او اقل كمان، لان كده كده مستوية. ده شكلها بعد ما خرجت. ما تنسوش بقى، عايزة لايك وشير ومتابعة. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها على خير وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.